عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. قبل ما نبدا اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حاجه تفضل في راحه وفي امان. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم؟ عارفين ده ايه؟ حد يقول لي ده ايه؟ جمال ما بعده جمال. شايفين الحجم السنه عامل ازاي؟ شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر. مع شويه سبانخ استقلوا بقكم بالكفته مع شويه رز. بس دي عظمه عظمه عظمه. جربوها بنفس الطريقه اللي انا اللي هتنزل لكم وقولوا لي رايكم. شايفين عامله ازاي والحجم عامل ازاي؟ الحجم تضاعف والطعم حكايه وفيها تريكات حلوه جدا هتعجبكم. اتمنى ان انتوا تخشوا وتجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. بس قبل ما نبدا اي حاجه ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم نصر عزيزا يا رب العالمين ويقويهم، وربنا يرحمنا احنا كمان، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بامر الله. يلا نخش على الطريقه ويا رب تعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات ايه. بالله عليكم اي حد هيخش يشوف الفيديو يصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما ينساش يعمل لي متابعه ويعمل لي شير للفيديوهات عشان يوصلكم كل جديد وتقولوا لي رايكم في الفيديوهات بتاعتي. يلا نخش على الطريقه ونسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اهوت معانا كام واحده كده من النقائق دي انتوا الكل عارفها، اللي هي الفراخ واللحمه ديت. هنقطعها حتت صغيره خالص كده. وادي الوراك نضفناها تنظيفه حلوه زي ما انتوا شايفينها كده اهيت. ولازم تبقى مفتوحه من الجنب ده كده تطلعوا اي حاجه فيها، ولازم تبقى ما تبقاش فيها الحاجات اللي هي بتلزق ديت. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ جايبت لكم لايك. ادي الاربع وراك عملناهم بنفس الشكل ديت ونضفها هما. استني يا جوري خلاص يا جوري استنى. هنقطع بقى كل النقائق حبه النقائق دول كده بالشكل ده وهوريكم هنعمل ايه. قطعنا اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفينها كده حاجات صغيره كده. وجبنا حله اهو حطينا فيها معلقتين زبده صفرا بالشكل ديت او سمنه اي ماده دهنيه يعني او شويه زيت. هنخليهم يسيحوا وهنكرمل فيها معلقه سكر. اعملوا الوصفه زي ما انا بقول لكم كده. هتاكلوا شويه رز حشو للوراك دي رهيبه. جربوها تعجبكم جدا. اول ما تسيح هحط عليها معلقه سكر عشان نكرمل السكر خالص. زي ما انتم شايفين كده مخلين الزبده تسيح اهي. اوعوا تحرق منكم عشان دي الزبده بتستحملش. هنحط عليها دلوقتي على طول معلقه السكر اهي. معلقه سكر كبيره حلوه نحطها بالشكل ده ونقلب فيها لحد ما تكرمل خالص. ايديكم تبقى فيها كده على طول. وطلعنا كيس من البصل اهو، كيس من البصل اللي احنا كنا مخزنينه. وديت فلفل الوان على الفلفل حامي على طماطميه واحده. والتوابل بتاعتنا عباره عن ملح، فلفل اسمر، بابريكا، زعفران، بصل بودر، كزبره، مش اكتر ولا اقل. هنقعد ندوب كده في السكر. شايفين السكر اختفى ازاي؟ اتكرمل اهو معانا بسهوله. هنحط معانا ايه البصل على طول اهو زي ما انتم شايفين اهوت. شايفين لون البصل عمل ازاي؟ هنفضل برضو نقلب في البصله لحد ما تحمر برضو معاها جدا. خلي بالكم لازم ايديكم تبقى فيها على طول باستمرار عشان ما تحرقش. بصوا هو ده اللون اللي انا عايزاه. شايفين البصليه عامله ازاي؟ ما شاء الله هي مش محروقه يا جماعه، هي عشان معلقه السكر اللي كرملناها. هنحط على دلوقتي الفلفل اهي، فلفل الالوان بالطماطم ونقلب. قلبناها شويه اهي. هنحط النقائق وقلبيها كده. هنحط عليها شويه من الميه على قد حبه الرز بتاعكم لحد ما يغلي. انا عشان هحط نص كيلو من الرز هنحط المقدار بتاعها مع التوابل وهنسيبها تغلي. زي ما انتم شايفين كده. هنيجي بقى نروح حاطين التوابل بتاعتنا ونقلبها واسيبها بقى تغلي وندوق ملحها قبل ما نحط الرز. معايا نص كيلو من الرز المصري العادي غسلناه واول ما يجي هنروح حاطينه عليه اهو زي ما انتم شايفين كده. غسلنا الرز اهوت
اهوت غسلناه وظبطنا ملحه. انا ما سقيتوش زياده عن اللزوم عشان عايزه اطلعه نص، يعني ما يكونش مستوي نص تسويه. هاخد منه على قد الحشو وبعد كده اسيب باقي هكمله شويه ميه واسيبه يكمل سوا عادي. شايفين والله نفسي اشممكم اهوت بالشكل ديت. طلعنا منه اهوت، شايفين طلعنا نص سوا اهوت. طلعنا منها حبه على قد الحشو. شايفين لونه عامل ازاي؟ والله الكاميرا ظلماه ولا ريحته تحفه تحفه تحفه. وادي البانيه الوراك بتاعتنا. هنعمل ايه؟ هنشده كده، هنمسك اول واحد كده، انا هوريكم واحد وهعمل باقي كله. شايفين الفتحه اهي، اهي بننضفها كلها اهي. هنجيب بالمعلقه كده ونروح حاطين كده. طبعا احنا معلقين على ميه لسه للوراك بالشكل ديت اهوت، بالشكل ديت. ودخلي ناحيه الدبوس من جوه كده. بصي شايفه؟ اعملي بايدك كده، كل ما انت بتعملي كده هتلاقي ايدك كده اهو، كده اهو. دخلي كده لحد ما توصل للدبوس كله. هنفضل ندخل الحشو كده لحد ما توصل للدبوس كله وللورك كله. يلا بينا. هقول لكم اهوت. وبعد ما دخلناها بس الرز من الناحيه ديت بالشكل ديت، قلت لكم عشان هي سخنه بايديكم كده اهو. شايفين كده اهو؟ بصوا انا عملت الدبوس عامل ازاي. اروح عاملاه بالشكل ده كده عشان اعرف ادخل بقيه الرز كده، واجيب دي كده اي حبايه رز دخلوها بالشكل ده كده، وافضلوا دخلوا اي جنب فيه بالمعلقه عشان هو سخن اهو. هناخد كده وندخل كده. في ناس بيعملوه مخليه، انا مش هعملها مخليه، انا عايزاه زي ما هي كده الورك سليم. وهنحمره بالشكل ديت، هيبقى طعمه حلو جدا. جربوه اهو. بصوا الطريقه، والله اصلا الوجبه بتاعت الرز دي كده لوحدها بعملها لاولادي مع بطاطس محمره وسلطه، بتبقى اكله حلوه جدا بالسوسيس. جربوها حلوه جدا اهو. اروح جايبه الجنب ده كده اهوت كده اهوت، اسفه بالشكل ده كده اهوت. واروح جايبه الخيط بتاعنا ده، اي خيط عندك بقى متاح كده اهوت، عشان اقفل كل الورك على بعضه. انا عملت ده قدامكم، وهعمل الباقيين كله وهاجي لكم بعد كده اوريكم الباقي كله. يبقى دي كده الحته دي كده واروح عاملاها كده. بصوا اروح لفه بقى كده الورك كله على بعض كده. شايفين؟ عشان ما يتفكش في الشوربه وفي نفس الوقت يمسك نفسه اهو. اعملوا كده وهيبقى سهل التفكيك اهوت اهوت. شايفين اهو؟ طول ما انتوا هتجيبوا دي على دي كده اهو اهوت، وافضلوا اعملوا كده، هتلاقوا الورك معاكم ثابت ومفيش ولا حبايه رز في العين اهيت بالشكل ديت. شايفين عامل ازاي؟ اهيت اهيت. كتفوه بالمعلقه صاحب الخيط اهوت، او لو عندك ورق زبده ورق فويل اهو بالشكل ديت خيطته اهوت اهو. بصي خلصنا الوراك كلها. تعملي الوراك كلها على قد الكميه اللي انت هتعمليها اهو بالشكل ديت. حطينا بعد ما الميه غليت حطينا فيها الوراك بتاعتنا وحطينا في الشوربه ايه، بصلايه، طماطمايه، جزرايه. وبالنسبه للتوابل ورق لوري، حبهان، قرنفل، و2 ماجي او واحده، وملح. وهنخليها تغلي كده لحد ما ندوق شوربتها بقى، ونسيبها تغلي لحد ما تستوي وبعد كده نطلعها. في عندك حالتين، ممكن تحمريها وممكن تعمليها بصلصه وتحطيها في الفرن وتحتيها الرز اللي باقي من التعصيجه اللي احنا عملناها بتاعه الحشو، وتحطيها في صينيه وتحطي عليها الوراك وتدهنيها كلها بالصلصه. هوريها لكم برضو، انا هعملها كده بصراحه. هنيجي اهو نشوف الوراك بتاعتنا. شايفين؟ هي دلوقتي كده شفتها من شويه لقيتها داخله على سوا اهيت. هي كده حلوه قوي. هطلعها في مصفى اهي. طلعناها في مصفى الصفا خالص.
شايفين ما شاء الله حجم الورك عامل ازاي اصلا وماسك نفسه. هنيجي بقى نعمل عشان نجيب صينيه زي دي كده، ادهنها سمنه او زيت، وهنجيب طبق من ده كده هنحط فيه ايه، هنحط فيه معلقتين من الصلصه المعلبه العادي، او الصلصه لو عندك صلصه جاهزه اللي هي البصل دي ماشي تمام. هنحط عليها حبه فلفل اسمر وشويه زيت ونقلبهم مع بعض كويس، وندهن بقى الوراك من تحت ومن فوق من كل حته يعني. اهو حطينا في الصلصه زي ما قلت لكم شويه من الفلفل الاسمر مع شويه من الزيت مع شويه من الصلصه مع شويه من الكزبره مع شويه من البابريكا، وهنقلب الكلام ده كويس جدا مع شويه الملح طبعا. شايفين الزيت، وهنا اهيت الوراك معانا الخيط بيتشال منها بسهوله، وشايفين اهيت من غير حاجه هتلاقيها بتشال معاكم بسهوله. بس احنا هنحمرها الاول وبعد كده هنشيل الخيط لما يجي ايه عشان الرز ما يتفتفتش معانا. اهم حاجه نعمل كده زي ما انا قلت لكم بالفرشه، بس انا الفرشه كالمعتاد. بسم الله ما شاء الله ربنا يخلي اولادنا يعني، فبدي عندي بعدين هي كلها اهم حاجه تدهنيها كلها صلصه، وتكوني عايده الفرن وتحطيها لحد ما تنشف خالص، وبعد كده تطلعيها على السيرفيس بتاعك وتحطيها الرز بتاعها مع شويه سلطه بقى وشويه بطاطس محمره شويه شيبسي. انا عشان عندي طبيخ من امبارح فقلت اعمل جنبها الوجبه دي. جريت لكم ما تنسوش اللايك جامده عشان هي كانت الرز بتاع التتبيله اللي خالته الحمله دي فعجبتها قوي. قالت لي جميله يا ماما. حلو يا جوجة. الف هنا يروح ماما، الف هنا يروح ماما. ما تنسوش تصلوا على النبي بالله عليكم، ومتنسونيش في التعليقات بتاعتكم الجميله عشان يوصلكم كل جديد. اهوت هفضل اعملها يمين وشمال. الف هنا يمين وشمال كده. اغرقها بالصلصه، الصلصه دي بتديها طعم حلو جدا احسن ما تبقى محمره. اهوت حطيناها بالشكل زي خلاص كده اهوت. هروح احطها بقى في الفرن، هحطها على الوش بس حتتين سمنه اللي هي الزبده الصفرا ديت تديها لمعان او شويه زيت عامه. هحطها على الوش وهدخلها الفرن على طول واوريها لكم لما تطلع من الفرن. وهو ده الشكل النهائي بتاع الوراك بتاعتنا الجميله اهي بعد ما طلعناها من الفرن. شايفين اللون بتاعها ما شاء الله عامل ازاي، والله الكاميرا ظلماها. انا عايزه اوريكم بس عامله ازاي من بره ومن جوه، شايفينها وماسكه نفسها ازاي ما شاء الله. وده الرز اللي تحتيها وعملناها كده حلناها بشويه شيبس حواليها مع بقى معانا الاكله بتاعتنا اهوت رز مع شويه سبانخ مع بقى سلطه مع مخلل. وما شاء الله بألف هنا وشفا. جربوها الوراك بتاعتي دي بنفس الاسلوب ده. بصوا عامله ازاي سن والله يعني من تحميصتها حلوه جدا. بصوا سامعين؟ انا عايزه اسمعكم الصوت بس عشان سامعين الصوت بتاعها عامل ازاي. سامعين الصوت والطعم حكايه. جربوها هتعجبكم جدا، ومستنيه تعليقاتكم على الفيديو تقولوا لي ايه رايكم في الوراك دي. جربوها هتعجبكم جدا جدا من الخلطه اللي انا عاملاها. اتمنى تكون حلقتي عجبتكم. دمتم بخير يا كل حبايبي. ما تنسوش تعليقاتكم الجميله واشتراككم في القناه عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.